موقع تويتر بقى اسمه اكس. هو ايه اللي حصل لشركه تويتر الاسبوع اللي فات وبقى اسمها اكس؟ وايه سر الحرف ده بالذات في حياه ايلون ماسك؟ مساء الفل، انا محمد طلعت وده مستر ماني. في يوم 22 اكتوبر وتحديدا سنه 2022 ايلون ماسك واللي يعتبر اغنى رجل في العالم بثروه تعدت ال 240 مليار دولار قرر ان هو يتمم صفقه الاستحواذ على منصه من اكبر منصات التواصل الاجتماعي وهي منصه تويتر، وقيمه الصفقه وقتها وصلت ل 44 مليار دولار. وبالرغم من ان قيمه المنصه التقديريه وقتها ما كانتش تتعدى 26 مليار دولار على افضل الاحوال، الا ان الصفقه تمت برضه برغم ده. الراجل الحقيقه ما اشتراش المنصه وحاول يطورها بشكل طبيعي. ايلون ماسك لازم يعمل افتكاسات في اي مكان يروح. المهم ان الراجل بعد ما استحوذ على المنصه مباشره قرر انه يخفض عدد العاملين في المنصه من 10000 شخص ل 2000 شخص بس بجره قلم. عنيف برضه الراجل ده. الاسوأ انه يعتبر فرغ الشركه تقريبا من رؤساء الاقسام والمديرين التنفيذيين اللي موجودين فيها، واللي يعتبروا جزء مهم جدا من الشركه والتخطيط المستقبلي ليها. والسبب اللي اعلن عنه كان بسيط وواضح جدا، وهو تخفيض الميزانيه. والراجل الحقيقه ما اكتفاش بده، بعدها مباشره طلعت في دماغه فكره عبقريه، وهو انه يلم اشتراكات شهريه من اي شخص هيكون عنده ميزه التوثيق، اللي هي علامه الصح اللي بتكون موجوده جنب اسماء المستخدمين من الشخصيات العامه والمشاهير. والعلامه دي بعد ما كانت مجانيه ومقتصره على الاشخاص المشهوره بس، بقت ب 11 دولار شهريا للاشخاص و1000 دولار شهريا للمؤسسات الكبيره. والحقيقه ناس كتيره جدا استغلت الموضوع ده ووثقت نفسها باسماء شركات كبيره وعملوا عمليات نصب محترمه على حس القرار الغبي ده. طيب يا ترى ايلون ماسك لم كام بالصلاه على النبي من المرمى دي؟ الرقم صادم، وهو حوالي 11 مليون دولار شهريا بس. وفي ناس شايفه ان الخطوه دي كويسه جدا وهتجيب ارباح اكتر واكتر قدام، خصوصا لما عدد الزباين يزيدوا وكل الناس على تويتر تاخد ميزه الشاره الزرقاء العظيمه. كلام ولا اغبى الحقيقه. نرجع لايلون اللي ما اكتفاش بده ابدا، ونزل بافتكاسه جديده في اول شهر 7 اللي فات، بيقول فيها ان الموقع بيتعرض لانتهاكات في البيانات بتاعته، وعشان كده الحسابات الحديثه اللي لسه معموله ملهاش انها تقرا غير 300 تغريده بس في اليوم، والحسابات الغير موثقه مش هتقدر تقرا اكتر من 600 تغريده في اليوم. اما بقى الحسابات الموثقه فدول الزباين المميزين عندنا، ويقدروا يقروا لحد 6000 تغريده بحالهم في اليوم. خلى تويتر حاجه اشبه كده بالسلع التموينيه، كل ما تدفع اكتر كل ما تقرا اكتر، ويلا ابسط يا عم. طبعا هو كان متخيل ان تويتر جنة الله في الارض، وان الناس هتوافق بده وتدفع بسهوله. وحاجه كمان حابب اقولها، تويتر كان عنده عجز في المصروفات السنويه حوالي 250 مليون دولار، وتحركات ايلون ماسك الجهنميه دي من ساعه ما اشترى المنصه خلت اكتر من 50% من المعلنين ينسحبوا، واللي هم يعتبروا المصدر الاساسي لارباح المنصه باكتر من 90% من اجمالي ارباح المنصه سنويا. طيب هو ايلون ماسك اكتفى بده ولا قرر ان هو يشغل دماغه اكتر واكتر؟ الحقيقه لا، الراجل قرر ان هو يستمر في سلسله التدمير الذاتي للمنصه، وقرر في يوم 23 يوليو اللي فات ده ان هو يغير شعار المنصه ويحولها لاكس، واللي هو يعتبر اشهر حاجه موجوده فيها بالعصفوره الزرقاء الغلبانه اللي بتعبر عن رمز التغريد. الحقيقه ما خدش وقت ابدا، وطلب من المتابعين بتوعه ان هم يصمموا له شعار جديد للمنصه على شكل حرف اكس، وفعلا اعتمد واحد من تصميمات المتابعين بتوعه وقرر ان هو يغير شعار المنصه في تاني يوم بعدها على طول. وفي يوم وليله يا عمنا موقع تويتر بقى اسمه اكس، وتقديرات الخبراء حاليا بتقول ان الموقع بالكتير بقى يساوي 15 مليار دولار. يعني ايلون ماسك عمل انجاز تاريخي في اسرع تدمير ذاتي لقيمه سوقيه على مدار التاريخ. اما بالنسبه لحرف اكس فالراجل الحقيقه عنده هوس بالحرف ده. يعني شركه تسلا للسيارات الكهربائيه اسمها اصلا تسلا اكس، وكمان شركته الاشهر لانترنت الفضاء اسمها برضه سبيس اكس، حتى اول حرف من اسم ابنه اسمه اكس برضه. ودي الحقيقه من اغرب الحاجات اللي شفتها في حياتي، ان هوس الراجل الشخصي يخليه يغير شعار منصه ويفقد قيمه سوقيه عشان خاطر بس حبه الشخصي للحرف. وهنشوف الايام اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل تاني في تويتر او منصه اكس. وكالعاده حابب اسالك سؤال، برايك ومع امكانيات ايلون ماسك كاغنى رجل في العالم، هل هيقدر يرجع للمنصه قوتها وشعبيتها من تاني ويخليها منصه مدفوعات متكامله الى جانب التواصل الاجتماعي زي ما هو بيحلم ولا لا؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.